تريزيجيه الصفقة الأهم اللي عملها النادي الأهلي في هذا الميركاتو. ده كلام إعلام الزمالك، وده مش حبا في تريزيجيه، دول بيكيدوا في زيزو. لو جينا للحق، تريزيجيه أهم صفقة عملها النادي الأهلي، لأنها صفقة من كل الجوانب صفقة مميزة جدا. ليه؟ تريزيجيه لما جه أنت رجعت ابن من أبنائك عنده شخصية النادي الأهلي، محمل بخبرات غير طبيعية من البريمير ليج ومن الدوري التركي ومن الدوري البلجيكي وحتى الدوري القطري. عنده خبرات يعتمد عليه، عنده شخصية هي شخصية النادي الأهلي. عاشر جيل تريكا وبركات، عاشر جيل اللي احنا بنلعب فيه دلوقتي، لعب كاس عالم، لعب كاس عنده من الخبرات والطموح اللي تخليه احد فرسان الكرة المصرية. وانت هنا دخلت اوضه اللبس كابتن من ولادك، عنده شخصيه النادي الاهلي وعنده كل الخبرات اللي اتكلمنا عليها. كل ده تمام، بس هل النادي الاهلي جاب تريزيجيه علشان ده بس؟ لا طبعا، تريزيجيه على المستوى الفني اضافه غير طبيعيه لاي فريق هيستخدمه. تريزيجيه لما طلع وهو صغير اقنع مانويل جوزيه، المدرب الاسطوري عند النادي الاهلي. المدرب ده ما كانش بيملى عينه لعيبه بسهوله. المدرب اللي كان بيعتمد على بركات وابو تريكه وعماد متعب وفلافيو وحسام عاشور ومحمد شوقي وحسام غالي، كتيبه من النجوم، لما يطلع في وسطهم لاعب صغير اسمه تريزيجيه ويلعب في مركز 8 وما يقولش لا ويأدي ويعجبنا ويعجب مدير فني ما بيعجبوش العجب اسمه مانويل جوزيه، يبقى ده عنده شخصية. ولما يلعب ويشيل الفريق لوحده على كتفه في 2014، يبقى ده لعيب عنده شخصية. ولما يسافر يحترف في كل محطة بيروحها، أنا عيني على أبعد نقطة وأنا قادر على إثبات ذاتي لأني جاي من أفضل فريق في أفريقيا وأفضل فريق في المنطقة العربية، يبقى ده ابن أصول. وابن الأصول لما قرر يرجع النادي الأهلي، مش آخر سنتين في حياته الكروية، لا 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 خالص، ده راجع وهو قدامه على الأقل 5 أو 6 سنين عشان يرد الجميل بأداء وجهد وعرق وكابتنة، ويضيف لكل لاعبي النادي الأهلي خبرات هم لسه قدامهم كتير على ما يكتسبوها. فمحمود حسن تريزيجيه زي ما خد من النادي الاهلي بيحاول يرد للنادي الاهلي. لكن على المستوى الفني بقى، خد عندك، انت جبت لعيب جوكر، لعيب جوكر بيلعب في الجناح اليمين والجناح الشمال بنفس الكفاءة، عنده التسديد باليمين زي الشمال، عنده القدرة على انه يلعب في مركز 8 وعنده القدرة احيانا على انه يلعب في مركز 6 لو لزم الامر. ولو قررت تلعب 3-4-3 فانت عندك لعيب بيقدر يلعب الوينج باك، فبيدي لك افضليه عدديه في الهجوم. من الاخر كده راجل بيدي كميه مرونه للمدرب اللي واقف على الخط، بيقول له بس انت احلم، وعندك اللعيب اللي هيأدي كل حاجه. تريزيجيه لما نزل ولعب في مباراه باتشوكا عمل في الهدف اللي انا بقوله ده بالظبط، اخترق ما بين الخطوط، استلم باليمين، رقص وحط بالشمال، يعني استخدم كلتا القدمين. وفي الحالة دي تقدر تقول ان انت عندك لعيب ما بيتوترش وعنده خبرات غير طبيعية، لعب كاس عالم ولعب كاس ولعب بطولة افريقيا مع النادي الاهلي. كل الخبرات دي انت محتاجها، بس لازم بقى وانت بتدعم تريزيجيه تبقى فاهم ان الاعلام بيستخدمك علشان يوقع ما بينهم. وخد بالك في اللي جاي هتلاقي دايما المقارنات ما بين لعيبه النادي الاهلي. كل ده مش علشان هم بيحبوا تريزيجيه وما بيحبوش فلان، لا لا لا، هم ما بيحبوش كل اللي عندك وعايزين يوقعوهم في بعض علشان الفريق يبقى حتت وجزر منعزله، وما يبقاش فيه اداء جيد يناسب حجم القدرات الفنيه اللي النادي الاهلي جمعها في فريق واحد. ركز وادعم كل فريقك، النادي الاهلي عمل سكواد يستحقه جمهور النادي الاهلي.